عايله اقول لك ازاي بال 300 جنيه دول، هشتري سبيكه نص جرام ذهب. في الفيديو ده هقول لك كل التفاصيل ازاي تشتري سبيكه ذهب بال 300 جنيه دول، وفيديو مهم جدا. بس قبل اي حاجه يلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وتعالوا نبدا الفيديو بتاعنا النهارده ازاي انا ب 300 جنيه هجيب سبيكه نص جرام. يلا نبدا ونقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد، فيديو حلو قوي قوي. ازاي بال 300 جنيه دول انا اشتريت السبيكة النص جرام ذهب. بس قبل اي حاجة يلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وتعالوا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. ازاي يا ام يوسف جبتي بال 300 جنيه او حوشي 300 جنيه وجبتي بيها سبيكة ب 3000 ونص؟ هقولك. بصوا يا بنات، انا عملت ايه. انا كنت بحوش كل يوم 10 جنيه من مصروفي بحطها في الحصاله. على اخر الشهر كان بيبقى معايا 300 جنيه. 300 جنيه دول دخلت بيهم جمعيه، اقسم بالله زي ما بحكي لكم كده قبضتها 6000 جنيه. قبضتها 6000 جنيه 20 اسم. جبت السبيكه دي والباقي شلتهم معايا في البيت. كنت ممكن اجيب سبيكه جرام، بس انا برضو مش عايزه يبقى قاعده بيتي فاضي ما فيهوش فلوس، لاني برضو انا بستحرم ان انا اروح ابيع سبيكه زي دي عشان 100 جنيه ولا عشان 200 جنيه ولا عشان 500 جنيه. فلازم لو انت عاينه فلوس تشيليها سبيكه وتشيلي فلوس في بيتك لاي زنقه انت تزنقي فيها. فعشان كده بال 300 جنيه دول انا عرفت احوش واجيب سبيكه نص جرام. طيب يا ام يوسف، هل مثلا ممكن اجيبها جرام؟ لو انت عاينه فلوس على جنب ومعاكي حق الجرام هاتي حق الجرام. طيب انا واحده من الناس جبت نص جرام عشان انا كنت بحب اسيب فلوس في بيتي، بحب اسيب فلوس في البيت، فعشان كده بقول لكم انا جبتها ازاي. طيب في ناس هتقولي انا ما بحبش ادخل يا ام يوسف جمعيه والتزم بجمعيه وما بحبش ادخل جمعيات وعايزه اشتري سبيكه ذهب، اعمل ايه؟ هقول لك يا حبيبه قلبي. تعرفي كده اول ما تاخدي مصروف بيتك كل اول شهر لو عرفتي توفري منه 200 جنيه او 300 جنيه تحطيهم على جنب كل شهر، غير ما انت كل ما يتبقى معاكي فلوس نزلتي السوق جبتي حاجه تعيني، جبتي 20 جنيه تشيليها، 10 جنيه تشيليها، 15 جنيه تشيليهم، 20 جنيه تشيليها، كل دوت هتجمعي في الاخر. انا حد كتب لي كومنت والله العظيم قال لي انا بقالي شهر حوشت 4300 جنيه. يعني انت لما الست بتحط قدامها هدف بتعرف تحوش وبتعرف تعين قرش. بس بقى اللي انت بقى كل حاجه تضيعيها وكل حاجه عماله تضيعي وتفرتكي وتعملي، طبعا كل دوت الواحده بتزعل على الفلوس وفي الاخر بتتهدر وبتضيع منك. فعلى ايه؟ ممكن تلمي فلوسك في حاجه زي كده. ممكن تلمي فلوسك في سلسله جرام ونص، في سلاسل جرام ونص، في سلاسل 2 جرام، حسب ما انت معاكي فلوس. فما تستهونيش بال100 جنيه، ما تستهونيش بال50 جنيه، ما تستهونيش بال20 جنيه عشان تشتري. وعلى فكره خدي بالك لما بتجيبي واحده بتبقي متشجعه ان انت تجيبي الثانيه. يعني لو جبتي واحده بتبقي متشجعه ان انت عايزه تجيبي كمان واحده، جبتي التانية عايزه تجيبي التالتة، فدوت بيحفزك ان انت تحوشي وتحطي هدف قدامك وان انت تجيبي كل اللي نفسك فيه من السبايك الذهب اللي انت عايزاها. طيب انا مثلا مش عايزه اجيب سبيكه ذهب وعايزه احوش واجيب مثلا سلسله في رقبتي. طب ما انت ممكن من النص جرام دوت تحوشي نص جرام في نص جرام في نص جرام، يبقى جرام ونص، ودي عيار 24 يا بنات. يعني لو انت جبتي جرام ونص مثلا تروحي تفكيها مثلا في حدود 2 جرام او 2 جرام الا ربع مثلا ب سلسله في رقبتك. فدي بتنفع جدا، بتنفع جدا فوق ما انتوا تتخيلوا. وكمان دي انا مسمياها كارت الفكه. يعني ايه كارت الفكه؟ يعني انا اتزنقت في 500 جنيه في 1000 جنيه في 2000 جنيه دي تبقى معايا، بدل ما اروح ابيع غويشه، بدل ما اروح ابيع سلسله، بدل ما اروح ابيع دبله، بدل ما اروح ابيع خاتم. دي اسمها الكارت الفكه. فيلا تشجعي كده، اسالي جارتك واسالي اختك واسالي مثلا جيران اختك او كده، تساليها وتحاولي تخشي جمعيه ب 300 جنيه في الشهر. والله العظيم هتقبضيها 3000 لو 10 اسامي، لو 20 اسم هتقبضيها 6000 جنيه وهتحوشي وهتلمي لك فلوسك. طيب انت مش بتحبي تخشي جمعيه؟ زي ما بقول لك كده، حوشي، هاتي حصاله ال1000 جنيه اللي انا صورتها 100 مره قبل كده، وحطي 10، حطي 20، حطي 15، حطي 30، حطي 40، حسب ما هتحطي،
وهتلاقيهم في الاخر مبلغ محترم. ممكن بدل ما انت مش معاكي 3000 ونص تروحي تجيبي نص جرام، ممكن تجيبي ربع جرام، في ربع جرام وفي 10 جرام. على فكره انت ممكن لو رحتي عند السايغ وقلتي له انا معايا 2000 جنيه هات لي بيهم دهب، هيديكي. معايا 3000 جنيه هيديكي، معاكي 5000 جنيه هيديكي. دلوقتي بقوا يعملوا الجرامات الذهب باحجام صغيره جدا عشان انت تعرفي تشتري وفي نفس الوقت تعرفي توفري وتحوشي وتجيبي حاجه، ولو حاجه بسيطه فوق ما انتوا تتخيلوا. يعني لو حاجه بسيطه فوق ما انتوا تتخيلوا. في جمعيات بتتلم مثلا لو 300 جنيه في الشهر بتتقبض 6000، وفي جمعيات لو ب 100 جنيه في الشهر بتقبض 1000 جنيه او 1500 لو معموله 15 اسم. فحسب الجمعيه ما هتلم. عامه لو عملتي مثلا جمعيه ب 100 ب 200 ب 300، شوفي الفلوس اللي انت بتاخديها كام وهتقبضيها كام وكملي عليها وهاتي بيها السبيكه بتاعتك، هاتي بيها السبيكه بتاعتك. بس اهم حاجه ان انت تعرفي تحوشي وتعرفي لو هتشيلي كل يوم من الشهر 10 جنيه، كل يوم قصدي من مصروفك 10 جنيه، هيبقى في اخر الشهر بتاعك 300 جنيه. فلو دخلتي بال 300 جنيه لو جمعيه 15 اسم هتقبضيها 4000 ونص. طب لو دخلتيها 10 اسامي هتتقبض 300 جنيه. طب لو دخلتيها ب 20 اسم هتتقبض 6000 جنيه. ففي كلتا الحالات انت اللي كسبانه. بس حاولي بقدر الامكان اللي انت تحوشي 10 جنيه كل يوم، او لو انت شاطره وهتعرفي تحوشي كل يوم 20 جنيه وتخشي بال 600 جنيه وتقبضي مبلغ حلو، عرفتي. طيب في جمعيات بتبقى ب 500 جنيه تتقبض 10000، وفي جمعيات ب 500 جنيه تتقبض 5000، حسب ما انت هتعملي. يبقى انت وشطارتك حوشتي 10، حوشتي 20، حوشتي 30، حوشتي 50 جنيه من مصروفك، 40 جنيه من مصروفك كل يوم هتعرفي تحوشي. وانتي نازله السوق كده عرفتي تشيلي 20 جنيه 30 جنيه 40 جنيه اشيلهم في الحصاله، 50 جنيه اشيلها في الحصاله، 30 جنيه اشيلهم في الحصاله، 10 جنيه اشيلهم في الحصاله. وشوفي اخر الشهر انتي هيبقى معاكي كام، شوفي في اخر الشهر انت هيبقى معاكي كام، وادخل بيهم الجمعيه واعرف امشي دنيتي واحوش. وخليكي ست بيت شاطره، ووفري في الاكل ووفري في الشرب ووفري في حبه الصابون ووفري من حته السلكه. كل دوت بيوفر معاكي وكل دوت هينفعك بعد كده. وما تستهتريش ايه هو انا يعني لما اوفر من حته السلكه. طب ما انت لما السلك يخلص هتبعتي تشتري، هتاخدي لو انت محوشه 10 جنيه هتاخدي ال 10 جنيه ينزل هات لنا بيها سلك. فما الاستهتار ده مش بخل، والله ده مش بخل، ده توفير. خليكي ست بيت شاطره ووفري وحوشي ودبري واعملي لنفسك هدف في حياتك. تجيبي سبيكه، تجيبي ذهب، تجيبي فلوس، يبقى معاكي فلوس، اللي انت عايزاه كله. حطي هدف قدامك والهدف ده يكبر كل يوم عن يوم، وتبقي ست بيت شاطره وما تمديش ايدك لحد. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، وتعالوا كملوا معايا فيديوهات تانية كتير. هدف قدامك ان انت عايزه يبقى معاكي فلوس وعايزه يبقى معاكي سبيكه. الهدف دوت لو حطيتيه قدامك والله العظيم هتشتري بدل السبيكه 5 و6 و10. فيا رب يا رب يكون، فتشتري 5 6 10 زي ما انت عايزه تشتري اللي انت نفسك فيها تشتري لو حطيتي هدف قدامك. ومعروفين الستات المصريات لما بيحطوا حاجه في دماغهم بيعملوها، ولما بيحطوا حاجه في دماغهم وعايزين يجيبوها بيجيبوها. فطبعا دي حاجه طبيعيه جدا جدا بالنسبه للستات المصريه. فيا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. خشي جمعيه ولو باقل حاجه، والله لو دخلتي جمعيه ب100 جنيه حتى وقبضتي 1000 جنيه وتحوشي على ال1000 جنيه اللي انت هتقبضيه 200 في 200 في 200 هتجيبي سبيكه حتى نص جرام او ربع جرام حسب ما انت هيبقى متاح معاكي الفلوس دي. يا جماعه مهمه جدا جدا. كارت الفكه اللي موجود في البيت لازم يكون في كل بيت كده في من دي 1 و2 و3 لفلوس تتعان تتباع في اي وقت. لو انت اتزنقتي في 1000 في 2000 يكونوا موجودين معاكي. فيا رب يكون الفيديو عجبك ونال اعجابكم. ولو عجبتك القناه تشتركي فيها وفعلي زرار الجرس عشان كل فيديو انا بنزله يجيلك اشعار بيه. هسيبكم في رعايه الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك، واسيبكم في رعايه الله. مع الف سلامه، باي باي.